يا إما تكونوا رجالة ونساء وقادرين عليكم تمدوا يديكم للصحراويين ولا ريافة باش تخرجوا راسكم من الحفرة، ولا راكم في الحفرة، لأنه ريافة قادين على أنهم يسترجعوا وطنهم، عندهم تبارك الله من الكفاءة وعندهم من القانون وعندهم من الشرعية باش يسترجعوا أرضهم، والصحراويين عندهم جيشهم وعندهم مؤسساتهم قادرين يسترجعوا أرضهم. إيه وأنت باش تسترجع بعاش؟ تسترجعها بالعبودية، تسترجعها بالسب والشتم من نهار كامل أنت تسب الناس، ما عندك باش بالفقر وبالضعف وبالهوان ما عندك، ما تمشي بعيد، محدود. لذلك خاصك تفكر ذكيا بشكل ذكي باش تقدر تنقذ راسك، ما راه معول عليك حد. إذا هنا لما نشوفوا أنه هذا الملف اللي هو ملف إسكوبار اللي عنده علاقة بالمهداوي وعنده علاقة بوعشرين وعنده علاقة بكل ما يجري في المغرب، راه عنده ارتباطات دولية. الارتباط الأول هو شبكات التهريب في الساحل، ولذلك محمد السادس يقول لكم بغى قال لك يفتح دول الساحل للمحيط الأطلسي. يعني تصوروا، شوفوا هذا النذل الحقير اللي قال له محمد السادس، يفكر قال لك في دول الساحل، يعني يحب هو دول الساحل، محسوب عليه دول الساحل، تابع له. ما يتابع له دول الساحل ولا عنده علاقة بها، هو عنده علاقة بالزريبة اللي عايش فيها واللي مجوع فيها شعبه واللي مدمر فيها شعبه واللي